الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الكتاب المسموع بصوت عمرو بادنشكي. عنوان الكتاب: القواعد العشر، أهم قواعد في تربية الأبناء. تأليف الدكتور عبد الكريم بكار. القاعدة الثامنة: التربية تعاطف. ذكرت في القاعدة السابقة أن التربية تفاعل، أي أخذ وعطاء وتأثير وتأثر وتفهيم وتفهم وشد وجذب، حتى يحدث كل ذلك فإنه يحتاج إلى مادة كيميائية تكون مسؤولة عن توفير القابلية الروحية والنفسية لدى الآباء ولدى الأبناء. وهذه المادة هي التعاطف والحب والتشجيع والمكافأة والاهتمام والحنو والارتباط الروحي والقلق على المستقبل للأسرة عامة، الصغار خاصة. ولا يخفى أن موقف الآباء والأمهات من الأولاد في موقف الرحمة والشفقة ولا شك في ذلك، لكن لديهم مواقف أخرى تبدو للصغار مجافية للمودة الخالصة، وذلك أثناء التأديب والأمر والنهي والحرمان من بعض المرفهات والتحذير من مصاحبة الفتيان ما شابه ذلك. نحن نحتاج إلى نقطة تعادل، إذا شئت أن تقول نحتاج إلى شيء نستعيد من خلاله دفء العلاقات مع الأبناء والآباء، ونرسخ من خلاله في نفوسهم مفهوما مهما، هو أن جميع ما نقوم به أثناء تربيتهم يصب بصورة من الصور في مصلحتهم، وهذا الشيء لن يكون سوى العطف والتعاطف والتشجيع والاهتمام والرحمة والشفقة. وفي بعض الصور والحالات التي تتجلى فيها هذه المعاني ذلك عبر الحروف الصغيرة الآتية: أولا، المشاركة في المشاعر. كلما كان سن الطفل أصغر كانت الأشياء التي يخاف منها أكثر، وذلك لأن العقل البشري لا يمتلك خانة للأشياء الخطيرة والمخيفة وأخرى للأشياء الآمنة. ومن هنا فإن تعاطف الآباء مع أولادهم يعد موردا مهما لشعورهم بالأمان والاطمئنان. تأتي مشاركة الأطفال في مشاعرهم في قمة أشكال التعاطف، وتتطلب المشاركة في العواطف والاهتمام بمشاعر الأبناء والأحاسيسهم ومحاولة معرفتها. أولا، فالطفل يفرح أشياء كثيرة لا تلفت انتباه الكبار ولا تطريهم أو تطربهم، كما أنه يغضب وينفعل وينزعج من أشياء أيضا كثيرة لا يرى الكبار فيها ما يستحق للانزعاج. وهنا يأتي دور المشاركة في المشاعر. طفل يفقد لعبة رخيصة الثمن فبكى بكاء مرا لأسباب لا تكون دائما واضحة، فهو قد يبكي لظنه أنه سيعاقب على تضييعها، وهو قد يبكي لظنه أنها غالية الثمن. ومن ثم فإن أضاع شيئا نفيسا قد يبكي لظنه أنه لن يعوض عنها. ولهذا فإن المطلوب من الآباء محاولة فهم حقيقة المشاعر التي تتحرك في نفس الطفل، والتجاوب معها ومراعاتها بقطع نظرتهم المنطقية وتلك المشاعر واقعيتها. وهذا الطفل عاد من المدرسة وهو يحمل سجل درجاته الذي لا يدعو إلى الافتخار، وأن الولد قد نجح بصعوبة، وقد يشعر بالكثير من الخيبة الأمل لأنه كانت طيلة مدة الاختبارات بخير، يخبر أهله أن اختباراته ممتازة وسيكون من الثلاثة الأوائل. وفي وضعية كهذا لن يكون من المفيد أن نوبخ الطفل والإعراض عنه وتركه يعايش أحزانه، بل علينا أن نتفهم شعوره بالعناء والإحباط ونحاول تخفيف ذلك الشعور، نحو ندرك أننا قد بذلت جهدك، وأن الامتحان كان أصعب مما توقعت، ولا يجب أن نفكر كثيرا في هذا الأمر، وفي الامتحان القادم سيكون إن شاء الله أفضل. إن المشاركة الطفل في مشاعره وتعاطف معه من خلال إظهار الفرحة لفرحته وإظهار الحزن لحزنه، وسوف يشجعه في أن يفضي بمشاعره إلينا، مما يزيد في بصيرتنا ويحسن من ممارساتنا التربوية.
نحن جميعا نسمع عن الفتيان والفتيات الكثير من الشكوى من نقص تعاطف الأهل معهم ومن عدم اهتمام بمشاعرهم، ومع أن المراهقين ميالون للمبالغة، إلا أن شكواهم ليست من غير أساس، وهي جديرة بأخذ بعين الاعتبار. ثانيا، نعم ولكن يتطلب التعاطف من المربي إكثار من كلمة نعم، وجعلها هي الأساس في إجابة على طلبات الطفل. والحقيقة أن المسألة تحتاج نوعا من الإخراج، إذ أننا لا نستطيع الموافقة على كل طلبات الأطفال في الوقت نفسه، ولا نريد أن نترك لديهم انطباعا بأننا غير مستعدين لإسعادهم وتحقيق أمانياتهم. ويكمن الحل أن نقول في معظم الأحيان نعم ولكن ليس الآن، نعم ولكن عندما تكبر، نعم ولكن بشرط أن تحفظ جزءا من القرآن، نعم ولكن حين تدخر ما يكفي من المال. في بعض الأحيان نعم ونجد حاجة للإرشاد والتوجيه، في بعض الأحيان نسارع إلى مساندة الطفل وتشجيعه على الإقدام فيما يطلب المساعدة فيه. والمهم دائما هو شعور الطفل أننا مدركون لمشاعره وأولوياته ومستعدون لفعل شيء من أجله. ثالثا، التعاطف في موقف وسلوك. لا شك أن الأطفال يظلون في حاجة السماع الكلمات العذبة الرقيقة الجذابة الحانية، لكن الكلام وحده لا يستطيع بمفرده الاستمرار في توليد الرضا والأفكار الإيجابية لدى الأطفال، بل لا بد من شيء عملي وملموس. من هنا فإنه يمكن القول أن التعاطف في حاجة إلى أن يتجسد في سلوكنا وتعاملنا مع أبنائنا، والتعاطف مشاعر جميلة يولدها الفعل ويمنحها المصداقية والرسوخ، ولك أن تلمس هنا هذا في قول الله تعالى: لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو الحظ عظيم. سورة فصلت. وفي بعض الأمثلة العملية التي يتجسد فيها التعاطف: أولا، التجاوب مع الطرف الذي يلقبها الأبناء، الضحك لضحكتهم والتفاعل معهم وهم يسردون ذكرياتهم الجميلة في البيت القديم الذي كانت تسكنه الأسرة، وذكريات أبناء جيرانهم الطيبين والوثوق بالأخبار التي يروونها الصغار، ما لم يظهر خلاف ذلك، إذ إن كل ما يعزز التعاطف مع الصغار على الصعيد الاجتماعي يولد لهم حالة جيدة من الاطمئنان والارتياح. ثانيا، يتجلى التعاطف بين الأبناء والآباء كذلك في أمور قد تكون أقرب إلى الجانب العقلي والفكري والثقافي، وذلك من خلال استماعي إلى آراء الأبناء وأفكارهم ومقترحاتهم ورؤياهم المستقبلية، والقيام بمناقشات معهم. وهذا ليس بالأمر اليسر، لأن اعتقاد كثير من الآباء أن أبنائهم يفتقرون إلى النضج والرأي السديد ويجعلهم يشعرون بأن استماع إلى أفكار أبنائهم هو نوع من العبث وتضييع الوقت، والأولى في ذلك القيام بتقديم خبرة للأبناء وانصرافهم لتعلم شيء ينفعهم. هذه النظرية صحيحة إذ فصلنا الجانب الفكري عن الجانب العاطفي، لكن إذا نظرنا إلى الطفل على أنه كيان واحد لا يقبل التجزئة فإن الأمر يختلف، ذلك لأننا استمعنا للأفكار أبنائنا ومقترحاتهم يعني نوعا من التنازل منا في نظرهم، ويعني أننا نهتم بكل شؤونهم، وهذا يزيد في التماسك الأسرة ويقوي انتماء الطفل إليها. وهذا طبعا غير فوائد الجميلة التي يحصل عليها الصغار من خلال حوارهم مع الكبار. وهناك بعد آخر بيتجلى في التعاطف عن بعد روحي والتعبدي، والحقيقة أنه هذا البعد ذو أهمية كبرى، لأنه يمس جوهر التربية وجوهر الحياة الأسرية. كم هو جميل ذلك المنظر الذي كثيرا ما نراه، حيث يكون الأب ممسكا بيد ولده وهو متجه إلى المسجد من أجل أداء الصلاة. كم هو جميل منظر تحلق الأفراد الأسرة حول الأب وهم يتلون
أمامه شيئا من القرآن حتى يصحح لهم قراءتهم. وكم هو هذا جميل منظر الأسرة وهي تنشد مع بعضها تنشد مع بعضها البعض أناشيد جميلة تدعو لله تعالى وتسأله من فضله. وكم هو جميل منظرها وهي تستمتع إلى تلخيص كتاب أعده أحد الأبناء الناضجين. وأن هذه الأنشطة حين تتم برغبة تامة من الأبناء تولد لديهم الشعور بالامتنان لآبائهم وأمهاتهم الذين أتاحوا لهم المشاركة فيها، حيث صبروا على أخطائهم وقاموا بتدريبهم وإسعادهم في آن واحد. رابعا، المكافأة والتشجيع. حين تشجع الطفل على الإقدام على عمل يحبه، فإنه ينظر إلى تشجيعنا على أنه تعاطف معه، لأننا ساعدناه في تحقيق أمية من أمانيه. وثم أن التشجيع على عمل من الأعمال يتضمن الاعتراف على نحو خفي بكفاءة الابن واقتداره على النجاح في العمل الذي شجعناه عليه، وهو هذا مؤازرة كبيرة له. الحقيقة أن للتشجيع دورا فاعلا مؤثرا تتمتع الأمم بعدد وافر من الرجال العظماء، ولهذا فإن التشجيع يشكل مقياسا من مقاييس التحضر. فالمجتمعات كلما تحضرت أكثر وقدرت المواهب أكثر شجعت أصحابها وقدمت لهم الدعم المادي والمعنوي. والعكس صحيح، فالأمم المتخلفة لا يثير دهشتها شيئا ولا ترى أسرار العظيمة في أي شيء عظيم. وهذه بعض ملاحظات في مسألة التشجيع والمكافأة ودورهما في توليد التعاطف ودفع الأبناء إلى دروب الفلاح والنجاح. أولا، تدل الدراسات التجارب أن المكافآت التي تقدمها للطفل ينبغي أن تكون عقب قيامه بالعمل الممدوح مباشرة، لأن الطفل يربط في ذهنه آنذاك بين الفعل والمكافأته وعلى نحو سهل، وهذا يؤدي إلى تحفيزه وتكرار العمل حتى يصبح جزءا من خلقه وسلوكه. ثم إن تأخر المكافأة يرسل الطفل رسالة خاطئة، حيث يمكن له أن يظن أن العمل الجيد الذي قام به غير مهم في نظر أبويه، وتكون الحقيقة غير ذلك. من الواضح أن الناس جميعا صغارا وكبارا مفطورون على التشويق إلى قطف ثمار أعمالهم. ومن هنا ورد توجيهه لله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى العمال، حيث قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للعمال، حيث قالوا أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف علقه. وصحيح الجامع الصغير. وتشير بحوث الإحصاءات عديدة إلى أن المكافآت المعنوية أعظم تأثيرا في النفس للطفل من المكافآت المادية، وذلك على ما يبدو لأن المكافآت المعنوية أقدر على التعبير عن الرضا والسعادة، والمكافآت المادية هذا لا يقتصر على الصغار بل هو شبه عام. ثم إن المكافآت المعنوية مجانية، ولهذا فإننا نستطيع أن نكثر منها وبهذا ينال الطفل من التشجيع والتحفيز والدلالات رضا الأبوين على الكثير. المكافآت المعنوية تكون في ابتسامة وتقبيل والمعانقة والربط على الكتف ومسح على الرأس، وكما تكون في إيحاءة الوجه المعبرة على الاستحسان والسرور بما يفعل الطفل، بالإضافة إلى الاهتمام والإصغاء والثناء والمداعبة. أما المكافآت المادية فهي تتمثل في إعطاء النقود وقطع الحلوى واللعب بالكرة مع أبناء الحي، وزيارة بعض الأصدقاء الطفل، والسهر إلى ما بعد الموعد المحدد من أجل مشاهدة شيء أو اللهو بشيء أو مسامرة أحد أبناء الضيوف، والقيام برحلة ترفيهية وما شابه ذلك. وقد قال أحد التربويين: امنح أبنائك الكثير من الحب والقليل من المال، وذلك لأن حاجتهم إلى الحب كبيرة، وهم يعرفون كيف يديرون أمورهم مع القليل من المال. كثير من الناس ولا سيما الموسرون يفعلون العكس تماما، حيث يغدقون المال على الصغار ولكن لا يمنحونهم أي شكل من أشكال التعاطف والحنان.
3. يمكن استخدام المكافأة المعنوية والمادية في محاولة إيقاف بعض السلوكيات غير المرغوبة، وهذا الطفل يتأخر في كتابة واجباته، أحيانا لا يكملها، فقالت له أمه: إذا انتهيت من واجباتك قبل الساعة 8 في كل يوم زدت لك في مصروفك اليومي كذا وكذا. وهذا الطفل يضرب أخاه الصغير، فقالت له: إذا كففت عن ذلك أخذتك إلى مدينة الألعاب. وهكذا المهم دائما أن نحدد السلوك الخاطئ بدقة، وأن نلتزم بالمكافأة التي وعدنا بتقديمها. وفي بعض الأحيان يشترط الطفل الحصول على المكافأة كي يقوم ببعض الأعمال التي نطلبها منه، وذلك مثل أن يقول: أحضر كذا في بيت خالي بشرط أن أذهب اليوم التالي إلى صديقي فلان، وأنظم غرفتي بشرط أن ينظم أخي غرفته. وهكذا في هذه الحالة لا يكون من الصواب تقديم أي مكافأة للطفل، بل عليه أن ينجز مهامه دون أي مقابل، وإلا فإن شعوره بالمسؤولية سوف يضعف، كما أن المكافأة تصبح واجبا على الأبوين، ويصير الطفل في موقف المحاسب لهما، وهذا كله غير جيد. من المهم كذلك استخدام المكافأة وتعزيز السلوك الخاطئ لدى الأطفال من حيث لا نشعر. وهذا الطفل يبلغ 4 من عمره ويصر على أن ينام مع أبويه في غرفتهما، فأعطته الوالدة قطعا من الحلوى كي ينام وحده، وإن هذا التصرف من الأم يجعل الطفل يربط بين الإصرار على النوم مع والديه وبين الحصول على الحلوى، لهذا فإنه سيحاول مرات ومرات والإصرار على النوم معهما حتى يحصل على الحلوى. إن التعاطف والاهتمام والتشجيع وتقديم المكافآت المختلفة من الأمور التي لا يبالي بها كثير من الناس بسبب عدم إدراكهم لأهميتها، مع أنها مهمة للغاية على صعيد تماسك الأسرة وبناء العلاقات الروحية بين الكبار والصغار. شكرا لكم ولمتابعتكم الرائعة. لا تنسونا من صالح دعائكم، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.